لو انت ثانويه عامه وما فتحتش ولا ماده من اول السنه وما تعرفش اي حاجه خالص عن المنهج، اتفرج على الفيديو ده للاخر. جالي اسئله كتير جدا جدا عن الموضوع ده، فركزوا معايا. الفيديو ده هينقسم لشقين. الشق الاولاني ازاي تلم المنهج اللي وراك وتبقى ماشي مع زمايلك ومع المستر. الشق التاني ازاي يبقى عندك طاقه ان انت تعمل اصلا الشق الاولاني. قبل اي حاجه هات كوبايه الشاي الجميله بتاعتك، لان من غير الشاي الموضوع ده مش هيكمل. اول حاجه انت هتجيب ورقه وقلم. مش هنعمل جدول، ما تخافوش، انا عارفه ان الجدول بيجيب ارتكاريه. انت بس هتكتب كل ماده وقدامها الحاجات المتراكمه عليك، كل ماده وقدامها الحاجات اللي ما اتذاكرتش. كل حاجه حرفيا من اول السنه ما اتذاكرتش هتتكتب قصاد الماده دي. طبعا انت لو كتبت الحاجات دي هتبقى عامل صحيفه، انا عارفه، بس خليكم معايا. انت كتبت دلوقتي كل الدروس المتراكمه عليك وكل الابواب لكل ماده من اول السنه لحد اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. تكتب كل حاجه من اول السنه، من دي 1 في السنه لحد الان، لحد المدرس وقف لحد فين دلوقتي. بعدها بقى هتعمل ايه؟ يعني انت حضرتك كتبت الماده وكتبت كل الحاجات اللي على الماده هنا، كتبتهم كده جنب بعض. انا عندي كذا وكذا 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 في الماده دي. هتبتدي بقى كل الحاجات دي تتوزع على ايام الاسبوع. تبدا تكتبي بقى سبت حد اتنين تلات اربع خميس جمعه. تبتدي توزع كل الحاجات اللي انت كتبتها دي على ايام الاسبوع تحت. وما قلتش ان هي هتاخد اسبوع واحد، عادي ممكن تاخد اسبوع، اسبوعين، 3 شهر، على حسب بقى جبال الهيمالايا اللي انت مركبها. التوزيع ده هيتم ازاي؟ هتعمل كالاتي: كل ماده هتاخد حاجه من القديم مع حاجه من الجديد. انت دلوقتي كاتب الماده وكاتب الحاجات اللي عليك هنا اهو. هتعمل ايه؟ هتاخد حاجه من القديم وحاجه من الجديد، تربطهم مع بعض وتحطهم في يوم معين. حاجه من القديم مع حاجه من الجديد، وهكذا. هتفضل تاخد حاجه من القديم مع حاجه من الجديد، هتفضل تقرب 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 لحد ما هتوصل لنقطه ان انت خلاص انت اوريدي لامم القديم ولامم الجديد. اليوم الواحد ممكن تحط مادتين، كل ماده بتاخد حاجه من القديم مع حاجه من الجديد. وطبعا لو الحاجه من القديمه دي حاجه يعني اوريدي انت فاهمها وحاجه سهله وحاجه بتمشي بسرعه، ممكن تزود الكميه عادي جدا. اليوم الواحد هتاخد مادتين. هتقولي كتير، هقولك انت اللي عملت في نفسك كده ولازم تتحمل نتيجه اخطائك شويه، فتحمل نتيجه خطأك وشيل المسؤوليه. تمام؟ هجيب ازاي اصلا وقت لكل ده؟ انا ما عنديش وقت اساسا بسبب الدروس اللي عليا. الدرس حرفيا بيبقى بست سبع ساعات، وساعه درس رايح وساعه جاي، عقبال ما بتجهز كمان في البيت، فكل ده بياخد وقت وهتلاقي اليوم اصلا خلص. هتشوف ماده او مادتين انت اوريدي كويس فيهم، مش محتاجين تبقى قدام المدرس قوي، مش محتاجين ان انت بتسأل كتير مثلا، فممكن تاخدها اونلاين. بس تكون رقيب على نفسك، لان محدش شايفك غير ربنا ونفسك. هو انت هتبقى رقيب على نفسك في الحتة دي. فانت لما تاخدها اونلاين ده هيوفر عليك وقت كبير جدا. ازاي بقى يبقى عندنا الطاقة اصلا ان احنا نعمل كل ده؟ ده ممكن نتكلم عليه في الفيديو الجاي لو حابين، عشان مش هنلحق. وربنا معاكم يا رب. باي.